بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ربك يمهل ولا يهمل. والله العظيم أنا طول عمري بقولها الحمد لله ومقتنع بها مليون في المية. ربك يمهل ولا يهمل، وإن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. واحد النهارده ممكن يخش يقول لي ايه ده يا عم انت شمتان ان رئيس نادي الزمالك اتحبس ومش عارف ايه. اقول له بطل خيابه، بطل خيابه. والله العظيم اللهم لا شماته. دي ما اسمهاش شماته، دي اسمها الحقوق بترجع لاصحابها. كل واحد اتشتم واتهان واتخاط في عرضه واتخاط في ذمته واتقل منه ومن اهله ومن امه ومن ابوه ومن كل حاجه، حقه يرجع له النهارده. كل سيبك من القصه ان هو اتحبس عشان خاطر القضيه طبعا بتاعت كابتن محمود الخطيب. هو كاسم هي قضيه كابتن محمود الخطيب، لكن يعني كوضع عام دي مش قضيه كابتن محمود الخطيب بس، ده قضيه كل اتشتمت واتهانت وعيطت على اولادها وحرقتها بسبب شتمتها. كل واحد اتشتم بابوه وامه وكان ضعيف ما كانش قادر يرد عليه. كل اب كان بيبكي عشان ابنه محبوس مثلا بسبب الراجل دوت وما كانش قادر ان هو يعمل له اي حاجه ولا قادر ان هو يساعده. كل الناس على فكره ما حدش سلم من لسانه، سواء جماهير الاهلي سواء جماهير الزمالك سواء مجلس اداره النادي الاهلي سواء صفحات الزمالك صفحات الاهلي، كل الناس الصحفيين الاعلاميين لعيبته اصحابه، ناس كانوا معاه وكانوا معاه عيش وملح. رموز نادي الزمالك، رموز نادي الزمالك، رموز الحقيقيين، الناس المحترمه في نادي الزمالك كلها او اغلبها بنسبه 90% اتشتموا منه. فالنهارده ما هوش حاجه اسمها ما تقوليش النهارده في حد شمتان، بالعكس هو كله فرحان عشان خد حقه. لما واحد ياخد حقه مش معناه ان انت تقول له انت شمتان. يعني مثلا انا مثلا يعني اجي دلوقتي اقوم ضربك بالقلم، ولما اجي اتعاقب ان انا ضربتك بالقلم، انت طبيعي انت تكون فرحان. ينفع انا بقى اجي اقول لك ايه ده انت شمتان فيه عشان انا مثلا اتعاقبت؟ طب ما انا ضربتك بالقلم فانت خدت حقك، فانت فرحان عشان انت خدت حقك، مش شمتان فيا. دي حاجه وده حاجه تانية خالص. انا بجد مش لاقي كلام اقوله للناس ديت، بس ما علينا. ايا كان النهارده بقول لكل افرحي، افرحي انت اتشتمتي واتهنتي من الراجل ده. النهارده الراجل دوت خلاص هو دلوقتي في الحبس، هو حاليا في الحبس. كابتن محمود الخطيب، افرح يا كابتن محمود، افرح عشان انت كنت مؤدب وكنت محترم وكنت دايما بتحاول ان انت تطبق المعايير بتاعه ان يبقى فيه قانون ويبقى فيه نظام. ما ينفعش ان احنا نبقى في غابه تشتمني واشتمك ومش عارف ايه والكلام ده. احنا ممكن احنا بينا وبين بعضنا نعمل الحاجات دي بينا بقى كمشجعين كمش عارف ايه، لكن الراجل دوت كان مسؤول. هو ده رجل الدوله الحقيقي. كابتن محمود الخطيب ده رجل الدوله الحقيقي اللي عارف ان هو مثلا، يعني انا مش عارف والله جاب الصبر ده منين. والله العظيم بجد انا بحسدك عليه يا كابتن محمود، ما شاء الله عليك. انا ما اعرفش انت جبت الصبر ده منين. فطبعا كل الناس النهارده فرحانه، كل الناس النهارده فرحانه. على فكره بالمناسبه صفحات نادي الزمالك النهارده فرحانه، ادخل عليها دلوقتي بعد ما تشوف الفيديو بتاع ده، ادخل على الصفحات بتاعتهم هتلاقيهم كلهم فرحانين. الصفحات بتاعت نادي الزمالك عشان الراجل ده كان بيهينهم كتير قوي الفتره الاخيره وكان بيشتمهم كتير قوي الفتره الاخيره. بس انا عايزك يعني ايه، عارف انت، عايز اسجل الحدث ده. عايز دلوقتي نتكلم في نقطه معينه هنحتاجها بعدين، ممكن السنه الجايه، ممكن اللي بعدها، ممكن بعد 10 سنين، ممكن بعد 20 سنه. فافتكر الكلمتين بتوع دول. عين الفيديو بتاعي ده عندك، والله العظيم بكلمك جد، عينه عندك عشان الكلمتين اللي هقولهم لك دولت هتسمعهم بعد كده. انا ما بنجمش، انا مش بنجم، بس انا عارف الناس دي وعارف عقلياتها وعارف بتفكر ازاي. فنفس الصفحات اللي انت هتخش عليها النهارده بتاعت نادي الزمالك اللي هي فرحانه ان رئيس نادي الزمالك اتحبس، صدقني هتيجي بعد فتره زي ما بقول لك، بعد سنه بعد اتنين بعد 10 ايا كان المده، هتيجي تقول لك ايه، هتيجي تقول لك ده كانوا بيحاربوا الزمالك وحبسوا رئيس نادي الزمالك. همهم والله العظيم همهم، والله يا صاحبي همهم. وانا بقول لك اهو كلمتين وخدهم عندك، خلي الفيديو ده عندك كده. لو ما حصلش قول عليا ان انا ما بفهمش حاجه، ولما يحصل قول انت كان عندك حق. عشان نفس الصفحات دي فلازم نوثق الحدث دلوقتي. الحدث دلوقتي رئيس نادي الزمالك اتحبس ليه؟ رئيس نادي الزمالك اتحبس علشان خاطر عنده قضيه سب وقذف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. فدي قضيه ملهاش علاقه بالكوره خالص، ملهاش علاقه بالزمالك خالص. عشان نكون متفقين. القضيه دي بتاعت مين؟ سب وقذف كابتن محمود الخطيب. فسجل عندك يا صاحبي، صدقني والله تحتاج الكلام ده بعد كده. قضيه رئيس نادي الزمالك ان هو سب وقذف كابتن محمود الخطيب، ملهاش علاقه بنادي الزمالك وملهاش علاقه بالكوره
وصفحات الزمالك النهارده فرحانه بالحبس، عشان لما تيجي بعد كده تقول لك والله ده ظلموا الزمالك، وفي الزمالك مش عارف ايه، ونادي الدوله ومش نادي الدوله، والاهلي مش عارف ايه، والكلام اللي انت عارفه دوت، ساعتها تقول له لا يا حبيبي ده كان محبوس عشان خاطر سب وقذف. هو القضيه بتاعت محمود الخطيب بس هو عشان سب وقذف الناس كلها. تمام؟ طيب عشان نزود بقى التوثيق، النهارده وضع الزمالك ايه؟ ايوه معلش، سجل معايا ورقه وقلم واكتبهم وعينهم عندك، ارميها في الدرج عندك كده، هتحتاجها والله بعدين، والله صدقني هتحتاجها، انا عارف انا بقول لك ايه، انا اللي فاهم الناس دي كويس قوي والله. انا بتكلم على صفحات نادي الزمالك طبعا، اي حد من جمهور نادي الزمالك محترم على عينه وعلى راسه من فوق. تمام؟ الزمالك النهارده خامس الدوري. الزمالك النهارده بعد الحكم بتاع رئيس نادي الزمالك بالحبس لمده شهر خامس الدوري، ورابع مجموعته في بطوله افريقيا. سجل معايا ووثق معايا، الله يرضى عليك. انا مش قادر اتكلم والله، النهارده تعبان شويه بس الحمد لله يعني. فالنهارده ايه؟ الزمالك خامس الدوري ورابع مجموعته او متزيل مجموعته في بطوله افريقيا، عشان بعد كده لما يجوا يقولوا لك ده حبسوا رئيس نادي الزمالك عشان خاطر نادي الزمالك ما ياخدش مثلا الدوري الثالث على التوالي، او عشان ما ياخدش بطوله افريقيا، تقول له لا يا حبيبي، ده وقت ما هو اتحبس كان الزمالك خامس الدوري ومتزيل مجموعته في افريقيا. تمام؟ الموضوع ده مهم جدا، صدقوني والله تحتاجوه بعدين. وعامة ما تحتاجوهوش، انا كده ان شاء الله لو ربنا كاتب لي عمر ان شاء الله، انا وحبايبي واخواتي الناس التانية اللي طبعا بتتكلم في الحاجات دي هنبقى نفكركم ساعتها. بس انا بتكلم ان انت بينك وبين اي حد ايه من اللي هم طبعا اللي انت عارفهم دول، وربنا يهدي الجميع. والحمد لله النهارده فعلا والله العظيم يوم عيد. المفروض نعمل النهارده 25 فبراير دوت احتفاليه، نعملوا احتفاليه انتصار الحق على الباطل مهما طال الباطل، ومهما لسانه كان طويل، ومهما كان مش عارف يا اخي والله العظيم ده في حاجات الواحد مش عايز يقولها، اقسم بالله والله العظيم في حاجات كتير الواحد مش عايز يقولها، يعني تهديدات وسباب وقله ادب وقله قيمه وحاجات كتير قوي، حاجات اقسم بالله تشيب. وناس اتظلمت، وناس اتحبست، وناس اتهانت، وناس اتشتمت، واتقال لها كذا واتقال لها كذا، واتخاط في عرضها وفي ذمتها وي. اي بني ادم طبيعي في الدنيا والله العظيم، اي بني ادم طبيعي في الدنيا النهارده المفروض ان هو يكون فرحان. اي بني ادم طبيعي. الناس بقى اللي هتبقى زعلانه ومش عارف ايه وكلام من ده، فهقول لكم معلش هارد لك، اصل احنا في يوم لازم ربنا هيجيب لنا حقنا. ده شيء ما فيهوش خلاف، لازم اليوم ده كان هيجي، ولازم ربنا كان يورينا في آية، ولسه الآية مش كاملة، ده جزء من الآية صدقوني والله العظيم. بكره برضه هفكركم، الراجل ده عمل كتير قوي، فلسه هو ربنا النهارده بدأ لنا كده ان هو يورينا في الآية، بس لسه الآية ما كملتش، لسه لها تكملة ان شاء الله بإذن واحد أحد. وبكره هفكركم ونشوف بقى النهارده ربنا يكرم بس كده النادي الأهلي ان شاء الله ويفوز النهارده على صن داونز، عشان نبتدي نركز بقى في بطولة أفريقيا ان شاء الله، اللي ان شاء الله بإذن الله تكون حلفتنا السنة دي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.